بعد كده حاجه اسمها البيتو تيوب، ودي بنسبه 100% جايه في الميد ترم 100%. تمام. وحاجه اسمها السايفون. هتعرف حته البيتو تيوب دي حاجه عبيطه خالص ما تتخضش يعني. طيب اول حاجه جزء اسمه الكونفرجنز والدايفرجنز. قبل ما اخش على الجزء دوت تعال نراجع مع بعض. لو انا عايز ارسم توتال انرجي لاين وهيدروليك جريدينت لاين، قلت لك يا باشمهندس لو انت عندك بايب بالشكل دوت، البايب دي بادئه بدايمتر وناهيه بنفس الدايمتر، يبقى معنى كده ان الفيلوسيتي ثابته ولا متغيره؟ ثابته. قلت لك لو انا هرسم توتال انرجي لاين ولكن في حاله الايديال فلو، تعال نلعب على الايديال. فانا عندي توتال انرجي لاين كده، والله هو موازي للديتم، والفرق ما بين التوتال انرجي لاين لحد الديتم هو ايه؟ قال لك هو الزد بلس البي على الجاما بلس الفي سكوير على ايه؟ على 2 جي. قلت لك تحت التوتال انرجي لاين في حاجه اسمها الهيدروليك ايه؟ جريدينت لاين. قال لك هو تحت التوتال انرجي لاين في حاجه اسمها الهيدروليك جريدينت لاين اهو، ويبعد عن التوتال انرجي لاين مسافه اسمها ايه؟ الفي سكوير على ال 2 جي. صح ولا مش صح؟ قال لك فما دام الفيلوسيتي ثابته في البايب يبقى الديفرنس بين التو لاينز ثابتين. قال لك طب تعالى نشوف لو انا عندي بايب بادئه بدايمتر وناهيه بدايمتر اصغر شويه، التوتال انرجي لاين هيتغير في حاجه؟ قال لك لا، ما دام انا شغال في الايديال كيس يبقى التوتال انرجي لاين موازي للديتم، والمسافه بين التو لاينز دول هي الزد بلس البي على الجاما بلس الفي سكوير على ال 2 جي. قال لك طيب باشمهندس الهيدروليك جريدينت لاين هو مش بيبعد عن التوتال انرجي لاين مسافه اسمها في سكوير على 2 جي؟ قال لك طب ما تيجي نرسم الشكل دوت. قال لك لما تيجي ترسم دلوقتي الهيدروليك جريدينت لاين هو بادئ هنا ودي بفي سكوير على ال 2 جي صح؟ قال لك طيب هنا الفي سكوير على 2 جي هتكبر ولا هتنقص؟ هتكبر. يبقى معنى كده الهيدروليك جريدينت لاين هيجي هنا ويبقى كده صح؟ قال لك النازله دي نتيجه الحته دي. قال لك طول ما هو نازل كده الفيلوسيتي بتزيد لحد ما هتثبت اهي. يبقى دي هي الفي 2 سكوير على ال 2 جي، ودي هي الفي 1 سكوير على 2 جي للقطاعين. فيها مشكله لحد دلوقتي؟ قال لك طيب ده انت عارفه. تعال نخش على حاجه مختلفه شويه. لو انا عندي حاجه اسمها كونفرجنز ودايفرجنز، قال لك في اختناق كده في البايب بتاعك، ايه اللي هيحصل؟ التوتال انرجي لاين هيتغير في حاجه؟ قال لك لا يا عم، التوتال انرجي لاين ده هو اصلا برنولي بيقول لك ان المسافه بين التوتال انرجي لاين والديتم على طول ثابته في كل النقط ما دام انا شغال ايديال ايه؟ ايديال كيس. الهيدروليك جريدينت لاين بقى ايه اللي هيحصل هنا في الهيدروليك جريدينت لاين؟ قال لك هو هيبدا من هنا صح؟ وبعد كده ايه اللي هيحصل له؟ هينزل كده وبعدين هيطلع كده وبعد كده يكمل كده، وده اسمه الهيدروليك جريدينت لاين. بحيث يا باشمهندس يبقى الديفرنس هنا هو الفي سكوير على 2 جي، وهنا برضو هو الفي سكوير على 2 جي، وهنا هو الفي بتاع الاختناق سكوير على 2 جي. الفيلوسيتي عند النقطه دي كبيره جدا صح؟ نتيجه ان هي صغيره جدا. فقال لك الهيدروليك جريدينت لاين هيحصل له دروب ويطلع تاني. طب لو انت عندك يا باشمهندس الهيدروليك جريدينت لاين حصل له دروب كده، بحيث ان الهيدروليك جريدينت لاين قطع المحور بتاع البايب، ايه اللي هيحصل؟ معنى كده ايه؟ قال لك معنى كده ان في الاختناق دوت في بريشر قيمته نيجاتيف بالسالب. وفي حاله البريشر بالسالب احنا بنخاف منها قوي 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 واحنا بنعمل ديزاين. ليه؟ لان لما البريشر بيبقى بالسالب بيقول لك ان الفلويد بتاعي بيبدا يتحول لجاز عند بريشر بيساوي الفيبر بريشر. قال لك لو البريشر بتاعك اتحول لفيبر بريشر او البريشر بتاعك وصل للفيبر بريشر، الفلويد هيتحول لايه؟ لجاز. معنى ان الفلويد وهو ماشي اتحول لجاز. عارف دي حاجه اسمها ايه؟ قال لك مش ديسكونتينيوتي، لا، قال لك حاجه اسمها الكافيتيشن. الكافيتيشن دي يا جماعه ان الفلويد وهو ماشي هيبقى فيه زي فقاعات كده وبقاليل بتحصل هنا، هتمنع الفلويد اصلا ان هو يتحرك، فهيحصل انفجار في الاختناق بتاعك. والحته دي احنا بنعمل عليها مليون تشيك واحنا بنعمل ديزاين للبايبس ده في الحقيقه. تمام؟ فانت في النقطه دي يا باشمهندس حصل ايه؟ قال لك والله انت لازم تتشيك عندك البريشر هنا هل هو بيساوي الفيبر بريشر ولا اقل ولا اكتر. فاهم حاجه؟ فاهم حاجه؟ طيب يبقى في حاله الكونفرجن والدايفرجن انا كل اللي انا خايف منه ان البريشر يبقى عند الاختناق يبقى بنيجاتيف. هو عادي يبقى بنيجاتيف بس مش عادي يوصل للفيبر بريشر. فاهم؟ ليه ليميت معين يبقى بنيجاتيف فيه.
طيب تعال نبص على اكزامبل 6. بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله يا باشمهندس انا عندي تانك زي ما انت شايف، والتانك ده اتركب فيه نوزل، النوزل دي فيها حاله الدايفرجن والكونفرجن زي ما انت شايف. وبيقول لك ان الارتفاع بتاعك من اول النوزل لحد الميه ب 1.8 متر. وبيقول لك الاكزيت دايمتر، الدايمتر اللي في الاخر خالص كده ده ب 4.06 سنتيمتر. وبيقول لك ان انا عندي فيبر بريشر، ركز بقى معايا، بنص متر ابسوليوت. يعني ايه كلمه فيبر بريشر؟ قال لك البي فيبر اهي بنص متر ابسوليوت. يعني ايه كلمه ابسوليوت؟ يعني ايه؟ الابسوليوت هو مش الجيج سكيل، يعني معنى كده نص متر دي هطرح منها ايه؟ البي اتموسفير، صح؟ قال لك لما جه بقى حسب الهايت بتاع الووتر في الباروميتر طلع ب 10.33 متر. مين هو الباروميتر ده؟ بالظبط. قال لك يا باشمهندس الباروميتر دوت هو جهاز بيقيس ارتفاع البي اتموسفير. يبقى الباروميتر جهاز بيقيس ارتفاع مين؟ البي اتموسفير. يبقى معنى كده ان البي اتموسفير على الجاما بتساوي 10.33. هتروح تطرح النص ناقص مين؟ البي اتموسفير على الجاما، صح؟ اللي هي 10.33. ولازم الاختناق ده ما يوصلش للقيمه دي. طب لو وصل هيحصل كافيتيشن، ولو حصل كافيتيشن البايب هتتفجر، صح ولا مش صح؟ هو بقى طالب ايه؟ قال لك والله هات لي الدايمتر بتاع الاختناق دوت، الماكسيمم دايمتر اللي انا ممكن اوصل بيه، اقل دايمتر ممكن يحصل. اعمل ايه؟ الراجل ده قال حاجه حلوه قوي، هي حاجه حلوه. بيقول لك يا باشمهندس مش انت عندك النقطه دي ليها ليميت معين ما ينفعش تتعداه؟ طب ما تحط الليميت ده ومنها تجيب الدايمتر. بس قبل ده يا صديقي قال لك ما تيجي نطبق برنولي بتوين بوينت 1 وبتوين بوينت 2 هنا، اللي هي لما الميه طلعت عندك. لان هو في الاول كان طالب حاجه اسمها الكوفيشن اوف ديسشارج. مين الكوفيشن اوف ديسشارج ده؟ الكيو اكشوال على كيو ثيوريتيكال، وهو مديك الكيو اكشوال ب 7 لتر بير سكند. هات لي الكيو ثيوريتيكال. باشمهندس تعرف تطبق برنولي ايكويشن بتوين بوينت 1 وبوينت 2؟ قول لي اكتب ايه؟ برنولي ايكويشن ما بين نقطه 1 وما بين نقطه 2. يا باشا انا هعمل الديتم، ما انا ما عنديش حل تاني، لازم اعمله هنا. ده الديتم. طيب البي 1 على الجاما بلس الزد 1 بلس الفي 1 سكوير اوفر 2 جي، كل ده بيكوال البي 2 على الجاما بلس زد 2 بلس الفي 2 سكوير على ال 2 جي. انا شغال ثيوريتيكال ها؟ طيب البي 1 على الجاما بكام؟ الزد 1 1.8 صح؟ والفي 1 سكوير على 2 جي بزيرو. كل ده بيساوي البي 2 على الجاما بزيرو، الزد 2 بزيرو، الفي 2 سكوير على 2 جي محتاجها. يبقى انا دلوقتي عايز الفي 2 سكوير على 2 جي. قال لك يا باشمهندس من هنا ممكن تجيب الفيلوسيتي بتاعتك، وممكن تجيبها على طول جذر 2 جي اتش، صح ولا مش صح؟ فاكر الاورفس؟ جذر 2 جي اتش قال لك هتطلع بكام؟ ب 5.94 متر بير سكند. باشمهندس مش انت دي الفيلوسيتي ثيوريتيكال؟ مش ممكن تجيب دلوقتي الكيو ثيوريتيكال بتساوي الفيلوسيتي ثيوريتيكال في الاريا ثيوريتيكال بتساوي 5.94 في الباي على الاربعه في الديامتر سكوير اللي هو مديها لك. شو قال لك الاكزيت ديامتر ب 4.06؟ صح ولا مش صح؟ انتوا مفوقين معايا ولا ايه؟ حد معايا؟ انا بشرح ايه يا جماعه؟ في الله ينور عليك. حلو. شابتر ايه؟ 4 اللي كان بيتكلم عن ايه؟ كان بيتكلم عن برنولي وكونتينيوتي. تمام. وبدات دلوقتي اشرح حاجه اسمها الكونفرجن والدايفرجن. قلت لك كل قلقي في الكونفرجن والدايفرجن ان عند الاختناق البريشر يوصل لايه؟ للفيبر بريشر، يبقى بالنيجاتيف يوصل لحد الفيبر بريشر. تمام. ومن هنا يا باشمهندس جبت الكيو ثيوريتيكال اللي هي بتساوي الفيلوسيتي في الاريا، طلعت بكام؟ طلعت ب 7.69 في 10 نيجاتيف 3 متر كيوب بير سكند. باشمهندس تعرف تجيب دلوقتي السي دي اللي هي بتساوي ايه على ايه؟ الكيو اكشوال على الكيو ثيوريتيكال. الكيو اكشوال بكام؟ ب7 صح اهي. طبعا في 10 سالب 3 على 7.69. ومعنى يا باشمهندس ان انت جبت الكيو ثيوريتيكال اكبر من الاكشوال، يبقى ايه اللي حصل؟ يبقى انت صح كده. صح كده؟ قال لك طيب انت جبت الكوفيشن اوف ديسشارج طلعت بكام؟ ب 0.91. في مشكله دلوقتي؟ طيب كل هدفي برضو ان انا دلوقتي هجيب بقى المينيمم دايمتر بتاعي. باشمهندس هسمي دي وليكن 0.3. ممكن نطبق برنولي بين 0.3 و 0.1؟
هقول له والله برنولي ايكويشن ما بين نقطه 1 وما بين نقطه 3، يبقى البي 1 على الجاما بلس الزد 1 بلس الفي 1 سكوير اوفر 2 جي، كل ده بيساوي ايه؟ البي 3 على الجاما بلس الزد 3 بلس الفي 3 سكوير على ال 2 جي. باشمهندس انت معاك في الطرف الشمال ده معاك ايه بس؟ دي كده كده بزيرو ودي كده كده بزيرو، معاك الزد 1 اللي هي 1.8، كل ده بيساوي البي 3 بكام؟ دي الفكره بقى. البي 3 على الجاما بكام؟ مش انا هساوي يا جماعه النقطه دي بالفيبر بريشر؟ مش قلنا كده؟ يعني البي 3 على الجاما دي بتساوي نص ناقص 10.33 علشان هو مديني النص متر دي ابسوليوت، طرحت منها البي اتموسفير على الجاما، جبت الجيج سكيل حطيتها انها بتساوي البي فيبر. في مشكله؟ خالص؟ طيب زائد الزد 3 بكام؟ بزيرو، زائد الفي 3 سكوير على ال 2 جي. ومن هنا يا باشمهندس تجيب الايه؟ الفي 3 صح؟ لما تيجي تجيب الفي 3 هتلاقيها بتساوي 15.1 متر بير سكند اهي. في مشكله؟ طيب انت هو كده المفروض عند دي الفيبر بريشر بتاعنا هو نص متر صح كده؟ عند هنا نقطه 3 الفيبر بريشر او النقطه دي عندها فيبر بريشر. مفيش بنص صح؟ لو انا اشتغلت ابسوليوت هتبقى بنص، بس انا طول حياتي شغال بالجيج سكيل. ماشي؟ طيب انا جبت الفيلوسيتي 3، هل هو ده اللي هو محتاجه؟ هو محتاج الايه؟ وانت معاك الكيو صح؟ حلو، يبقى ده يا باشمهندس بيساوي اريا فيلوسيتي. انهي كيو؟ ثيوريتيكال ولا الاكتشوال؟ هي دي فيلوسيتي ايه؟ يبقى لازم كيو ايه؟ ثيوريتيكال صح كده؟ اهي، يبقى انا لازم دي كيو ثيوريتيكال ودي كيو ثيوريتيكال واجيب الاريا ثيوريتيكال. دي بتساوي الكيو ثيوريتيكال بكام؟ ب 7.69 في 10 اس نيجاتيف 3، كل ده بيساوي الاريا في الفيلوسيتي ثيوريتيكال ب 15.1. ومن هنا يا باشمهندس جبت الاريا، وانس ان انت جبت الاريا هتقول ان الاريا بتساوي باي على 4 في الدي تربيع، تجيب الايه؟ الدايمتر بتاعك، وده يبقى اقل دايمتر ينفع يحصل. لو الدايمتر ده قل شويه، لو قل شويه اللي هيحصل خلاص بقى هيحصل كافيتيشن والموضوع هينفجر بقى خلاص. صور يا باشا. بيقول لك والله تعالى مع بعض نبدا نشتغل على حاجه. فاكر يا باشمهندس؟ فاكر لما كان عندك بايب بالشكل دوت، وجيت قلت لك دلوقتي لو انت فتحت فتحه هنا او فتحت فتحه هنا، ايه اللي هيحصل في الميه؟ مش هتطلع لفوق؟ قال لك هتطلع لفوق لحد ليفل معين. الليفل ده هيبقى ثابت ولا مش ثابت؟ مين قال ان هو ثابت؟ ليه الليفل دوت ثابت يا باشمهندس؟ ده الديتم، ودي بوينت 1 ودي بوينت 2 اهي. من هنا لهنا ده مين؟ الزد 1 وده الزد 2. طيب من بوينت 1 لحد النقطه دي ده مين؟ قال لك هو البي 1 على الجاما صح؟ ومن هنا لهنا هو مين؟ البي 2 على الجاما. الليفل ده لازما وحتما ولابد يساوي الليفل دوت ما دام الفيلوسيتي عندك ثابته. لان انا قلت لك ان التوتال انرجي لاين هو خط ثابت كده اهو كده، والهيدروليك جريدينت لاين يبعد عن التوتال انرجي لاين مسافه اسمها ايه؟ الفي سكوير على ال 2 جي، والمسافه دي ما دام هي ثابته يبقى معنى كده ان الليفلز لازم تبقى ايه؟ ثابته. قال لك بقى يا باشمهندس لا انا مش هعمل كده. تعالى مع بعض، بدل ما هفتح فتحه من فوق لنفس البايب اهي، وعايزك انت تركز معايا، هفتح فتحه هنا وهفتح فتحه هنا برضه، وهقول والله انا هحط زي شاليمو كده من فوق. بس الفكره كلها ان في واحده من الشاليموز دي عملت كده، دخلت لجوه. قال لك دلوقتي يا باشمهندس الفيلوسيتي وهي ماشيه كده ودخلت جوه التيوب او حاجه اسمها البيتو تيوب، الفيلوسيتي عند النقطه دي بقت بتساوي كام؟ لازم تقف، لازم تساوي زيرو صح؟ طيب معنى ان كلمه الفيلوسيتي هنا اتساوت زيرو، مش انا قلت لك علشان تسحب اي انرجي لازم تتحول لانرجي ثانيه؟ قال لك فانا سحبت كل الكايناماتيك انرجي نتيجه الفيلوسيتي حولتها لبريشر انرجي، فتلاقي ان الديفرنس او الليفل بتاعك طلع لفوق شويه نتيجه ان البي على الجاما زادت شويه عشان انا حولت الكايناماتيك انرجي لبريشر انرجي. فاهم حاجه؟ طيب دي يا باشمهندس، والله دي يا باشمهندس زي ما هي الحته دي الليفل العادي. حد فاهم حاجه؟ بحيث يا باشمهندس يبقى البوينت دي من اول البوينت دي لحد البوينت دي بتساوي ايه؟
قال لك هو البي واحد على الجاما زادت قوي نتيجه الفيلوسيتي ايه؟ اتحولت. قال لك طيب كل اللي انا عايز اقوله لك ان الديفرنس بين التو ليفلز ده بيساوي ايه؟ ايوه بيساوي الفي سكوير على ال2 جي. قال لك يا باشمهندس الديفرنس بين التو ليفلز دول قال لك بيساوي الفي سكوير على 2 جي. فلو قال لك ان الديفرنس بين التو ليفل في حاله البيتو تيوب مثلا ب 0.2 متر هتقول 0.2 بيساوي الفي سكوير على 2 جي وتجيب الفيلوسيتي خلصت المساله. فيها مشكله؟ في اي مشكله؟ يبقى ولكن خلي بالك لازم التيوب تنزل لتحت ها؟ انما لو التيوب دي مفيش حاجه من تحت هل هينفع الكلام ده؟ هيبقى اصلا عند نفس المستوى. في مشكله دلوقتي؟ طيب يبقى فايده البيتو تيوب يا جماعه عشان تبقى عارف برضو تو ميجر الفيلوسيتي. بتقيس الايه؟ الفيلوسيتي. طيب باشمهندس ركز بقى معايا. لو انا عندي بايب كده والبايب دي الديامتر بتاعها زاد وحشه قوي الزياده دي كده زاد شويه صغيرين كده وجيت انت فتحت فتحه وجيت هنا فتحت فتحه تمام اهي اهي الارتفاع ما بينهم هيبقى مختلف ولا ثابت؟ مختلف. يعني مثلا الارتفاع هنا هيبقى هنا وهنا هيبقى فين؟ تحت ولا فوق؟ اقل ليه؟ عشان الفيلوسيتي زادت صح؟ اهي. طيب الديفرنس بين التو ليفلز دول مثلا ب 0.2 متر. ال 0.2 متر دول مين؟ فرق فيلوسيتي ولا فرق البريشر؟ ولا فرق ايه؟ هو فرق البريشر. فرق البريشر بين الاثنين. ماشي. فرق البريشر بين بي واحد وبي اثنين. بص يا باشمهندس دي نقطة واحد ودي نقطة اتنين. البي واحد على الجاما بلس الزد واحد بلس الفي 1 سكوير على الاتنين جي كل ده بيساوي البي 2 على الجاما بلس الزد 2 بلس الفي 2 سكوير على الاتنين جي. الزد هتروح مع الزد صح؟ حلو. من نقطة واحد لحد فوق دي يا جماعة مين؟ دي البي واحد على ايه؟ طب من بوينت 2 لحد الليفل يبقى الديفرنس دوت يا باشمهندس هو البي واحد على الجاما ناقص البي 2 على ايه؟ على الجاما اللي هي بتساوي 0. طيب ما تكمل هنا يبقى معنى كده يا باشمهندس ان البي واحد على الجاما ناقص البي 2 على الجاما بتساوي 0.2 بتساوي كمان الفي 2 سكوير على ال 2 جي ناقص الفي 1 سكوير على ايه؟ على 2 جي. فلما تلاقي عندك ان الديامتر بتاعك اختلف وحط حاجه اسمها البريشر تاب دي اسمها بريشر تاب اللي هي مش داخله لجوه وقال لك ان الديفرنس بين التو ليفلز مثلا ب 0.2 وعايز الفيلوسيتي واحد او الفيلوسيتي 2 تعرف تجيبها؟ هتقول له ال 0.2 بتساوي الفي 2 سكوير على 2 جي ناقص الفي 1 سكوير على 2 جي. حد فاهم النقطه دي؟ ايه؟ هو فرق الاثنين فهيديك فيلوسيتي مثلا واحد ويطلب فيلوسيتي 2 او يديك فيلوسيتي 2 ويطلب فيلوسيتي واحد. بس خلي بالك مفتوحه من هنا ومفتوحه من هنا ومش داخله لجوه. طب لو داخله لجوه لو التيوب دي او البايب دي يا جماعه كبيره من هنا مثلا او صغيره من هنا ودي نازله لحد تحت الفرق بين التو ليفلز ده هيبقى مين؟ هو نفس الفرق. قال لك الفرق بين التو ليفلز هو الفي 2 سكوير على 2 جي بس لان انت قلت هنا ان الفي واحد بكام؟ بزيرو صح ولا مش صح؟ طيب باشمهندس تعالى بقى نحل مع بعض اكزامبل 7 و8 ودول حاجه عبيطه خالص. بص في اكزامبل 7 بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله انت عندك الحته اللي انا لسه قايلها دلوقتي اهي عندك والله بايب كده ونزلت لتحت كده عامله زي سبيروس باتس اهي اهي هي سبيرو. بص بقى فتحت فتحه وفتحت فتحه ونزلت لتحت طلعت فوق ونزلت تحت كده اهي وبيقول لك والله الديفرنس بين التو ليفلز ده ب 0.2 متر وبيقول لك والله الدايمتر هنا ب 0.1 متر وماشيه فيها كيو. هو عاوز ايه؟ قال لك والله ما تجيب لي يا باشا ديترمين ذا الفلو ريت. هو عاوز الفلو ريت از فانكشن في الدي يعني عايز الفلو ريت معادله في الدي. اعملها ازاي؟ باشمهندس هي دي انهي حاله الاولانيه ولا الثانيه؟ لا الاولانيه دي بيت التيوب يا باشا. ما دام التيوب داخله لجوه يبقى معنى كده ان ال 0.2 بيساوي على طول ايه؟
الفي سكوير على انهي فيلوسيتي، واحد ولا اثنين؟ اثنين، تمام. يبقى معنى كده ان الفيلوسيتي بتساوي 0.2 في ال 2 جي تحت الجذر، صح؟ تجيب الفيلوسيتي صح؟ هتطلع بكام الفيلوسيتي؟ ب 1.98 متر بير ايه؟ بير سكند. ومن هنا يا باشمهندس تقول له والله انا معايا الفيلوسيتي صح 2. الكيو بتساوي ايه؟ اريا في ايه؟ في فيلوسيتي باي على 4 في الدي سكوير في الفيلوسيتي اللي هي 1.98. فتطلع علاقه في الايه؟ في الدي. تطلع العلاقه اللي هي 1.556 دي سكوير. باشمهندس انا ليه ما حطيتش الدايمتر ب 0.1؟ عشان مختلف. يا باشا ده بتاع الفي 1 اصلا. انا عايز بتاع الفي 2. انا اصلا ما معيش غير الفي 2 فانا عايز الدايمتر هنا. اوعى تنسى، يعني دي اصلا ملهاش لازمه في السؤال. تمام؟ الا عشان تغلط. في مشكله دلوقتي؟ طيب ده اكزامبل 7. تعال بقى اكزامبل 8. صور يا باشا. هتيجي ام سي كيو 100%. في الغالب وغالبا هيبقى فيه حته اثبات كده. ما بقول لك حته ريتن اثبات ريتن. ما هو بيعرف يشتغل على الوورد، ممكن يعمل ريتن هو. طيب سؤال رقم 8. الاثبات يعني ممكن يحطها مثلا 10% من الامتحان، 3 درجات يعني. والله دول اللي مضمونين اقسم بالله. ما انا لسه قلت ممكن يبقى في حته ريتن يا جماعه للاثبات. هو اي اثبات بصراحه اي اثبات في السلايدز بتاعت المحاضره، عشان ممكن هو يكون مزود كلام. بس يبقى المحاضره كلها عليه. بسيطه يعني. يا جماعه ما هو لازم يقول لك العلم جه منين يا جماعه. انت مش مهتم بالعلم انا عارف، بس هو فعلا لازم يقول لك العلم جه منين، ما تبقاش كده يعني. هو الماده اصلا تقيله لوحدها. بص بقى يا باشا، سؤال رقم 8 بيقول لك والله انا عايز برضو الفلو ريت از فانكشن في الدي. هات لي الفلو ريت بالنسبه للدي. اعمل ايه؟ دي انهي حاله، الاولانيه ولا الثانيه؟ دي الثانيه بقى. ساعتها ما فيش البيت التيوب بتاعتي مش نازله لتحت. ساعتها اعمل ايه؟ هقول والله ال 0.2 دي بتساوي الفي 2 سكوير على ال 2 جي ناقص الفي 1 سكوير على ال 2 جي. ومن هنا يا باشمهندس اجيب ايه؟ انا محتاج دلوقتي الكيو بالنسبه للدي. ممكن تعين الفيلوسيتي وتحط كيو على اريا، صح؟ يعني ممكن دلوقتي تقول له والله يا باشمهندس ده بيساوي 0.2 بتساوي الكيو سكوير على الاريا 2 سكوير في 2 جي ناقص الكيو سكوير على الاريا 1 سكوير في 2 جي. وكده كده الكيو ثابته صح؟ الاريا 2 تشيلها وتحط ايه؟ باي على الأربعة في الدي سكوير. طب الاريا 1 باي على الأربعة في ال 0.1 على طول بقى ايه؟ سكوير. وطبعا ده كله سكوير وده كله ايه؟ سكوير. دي اريا 2 ودي اريا 1. فاريا 2 بالنسبه للدي، اريا 1 بالنسبه ل 0.1. فانا كده انا عملت ايه؟ خلاص انا جبت خلاص علاقه ما بين الكيو وما بين الدي بس كده. شقلب دنيتك وطلع الكيو على طول. تقول والله ان الكيو سكوير بتساوي 3.924 على 1.273 على الدي سكوير ناقص 127.3 حاجه زي كده يعني. هي الكيو 1 هي الكيو. طبعا ما الكيو ثابته كونتينيوتي. صور يا باشا. يبقى فهمنا حاله البيت التيوب وفهمنا لما يجي ينزل لتحت او يطلع لفوق. بص يا باشا، دلوقتي تعال نخش على ابلكيشن بسيط جدا اسمه السايفر. حد عنده عربيه؟ طيب انت بتعمل ايه عشان تطلع شويه بنزين من الكونتينر؟ كنت بتحط خرطوم وبعد كده تشفط شويه وبعد كده بتخلي الخرطوم متني لفوق كده وبتنزل، صح؟ جربها عندك.
جربها، نزل الكونتينر كله من الجهاز. تمام. قال لك الموضوع كله في حاجه اسمها السايفون، الابلكيشن دوت. الموضوع في ايه؟ بيقول لك والله لو انا عندي تانك، التانك ده فيه فلويد، ده الكونتينر بتاع العربيه بتاعك، بتحط فيه خرطوم، وبعد كده بتبدا تشفط شويه، تجيب بس نقطه من الجاز او نقطه من البنزين، وبعد كده بتسيبها وبيبدا ينزل. هو بينزل نتيجه ايه بقى؟ قال لك والله النازله دي نتيجه ان انا عندي هنا بريشر بالنيجاتيف. فالبريشر بالنيجاتيف دي حاجه اسمها السكشن. السكشن يعني بيشفط، معنى ان انا بشفط يبقى البريشر بالنيجاتيف، فهو بيشفط من التانك بتاعك. تمام. قال لك طيب ما تيجي نشوف الكلام ده. لو انا جيت طبقت برنولي ايكويشن بين بوينت 1 وبوينت 2 عشان اجيب الفيلوسيتي بتاعت البنزين اللي بتنزل دي، وقلت لك ان انا عندي بي 1 على الجاما بلس الزد 1 بلس الفي 1 سكوير على ال 2 جي، كل ده بيساوي البي 2 على الجاما بلس الزد 2 بلس الفي 2 سكوير على ال 2 جي. باشمهندس البي 1 على الجاما بكام؟ بزيرو. الزد 1 قال لك الزد 1 اللي هي الاتش صح اهي. الفي 1 سكوير على 2 جي بزيرو، بتساوي البي 2 بزيرو بلس الزد 2 عند الديتم بزيرو بلس الفي سكوير على ال 2 جي. فسبحان الله هتلاقي ان الفيلوسيتي برضو بتساوي جذر 2 جي ايه؟ 2 جي اتش. فاكر الاورفس؟ زيها زي الاورفس. طب ما تيجي نعمل برنولي ايكويشن ما بين بوينت 1 وبوينت 3 عشان نشوف هل البريشر ده فعلا بالنيجاتيف ولا لا. قال لك طيب تعالى نعمل برنولي ايكويشن اهي. البي 1 على الجاما كذا كذا كذا، هيتبقى هنا مين؟ الزد بس صح؟ اللي هي بكام؟ والله على حسب الديتم، انا هاخد الديتم تحت يا عم. هتبقى ايه؟ اتش بتساوي اتش من نقطة واحد لتحت بس. تمام؟ نقطة واحد. طيب كل ده بيساوي البي 3 على الجاما، البي 3 على الجاما والله انا محتاجها عشان اشوف النيجاتيف بتاعي، زائد الزد 3 قال لك هي الاتش بلس الايه؟ ال صح؟ الاتش بلس ال. قال لك بلس الفي سكوير على ال 2 جي، الفي 3 سكوير على 2 جي. تحت اهو، ده الديتم هنا. فنقطة 3 للديتم الاتش بلس ال، نقطة 1 للديتم هي الاتش بس. طيب باشمهندس ما تيجي نجيب البي 3، مش الاتش هتروح مع الاتش؟ فهيبقى ان البي 3 والله على الجاما بتساوي نيجاتيف الفي سكوير على ال 2 جي. صح ولا مش صح الكلام دوت؟ نيجاتيف، فممكن تاخد النيجاتيف عامل مشترك كده اهو، وتقول له ان البي 3 بتساوي والله نيجاتيف الجاما في ال بلس الفي سكوير على ال 2 جي. فمعنى كده ان البريشر طلع بالايه؟ بالنيجاتيف. معنى كده هيحصل سكشن، فمعنى كده انه هيبدا يشفط الميه علشان تبدا تنزل بالفيلوسيتي بتاعتها. في مشكله؟ طيب قال لك يا باشمهندس تعالى نخش على اكزامبل 9، اكزامبل بسيط خالص ما تقلقش. بيقول لك ايه؟ والله انا عندي سايفون، السايفون ده موجود في اويل، كونتينر فيه اويل، السبيسيفيك جرافيتي بتاعته 0.8، حطيت سايفون، السايفون هيطلع لك شويه من الاويل كده. بيقول لك والله الكيو بتاعتك ب 220 لتر بير سكند، والديامتر بتاعك ب 0.2 متر بتاع السايفون، وبيقول لك ان في حصل لوسز في السايفون. تمام؟ اللوسز ديت انت هتجيبها، وبيقول لك ان تلتين اللوسز حصلت في الفيرست ليج، يعني تلتين اللوسز حصلت من بوينت 1 لبوينت ايه؟ 3، انما كل اللوسز حصلت من بوينت 1 لبوينت ايه؟ 2. قال لك هو عاوز ايه؟ قال لك والله هات لي دلوقتي اللوسز اللي حصلت في السايفون كلها، الاتش لوسز، وهات لي كمان البريشر عند الانفيرتد اللي هي النقطه اللي فوق خالص، البي 3. لو 2 على 3 من اللوسز حصلت في الاول ليج، اول رجل عندي، اعمل ايه؟ معاه الكيو اكشوال ومعاه الدايمتر. هجيب الفيلوسيتي اكشوال ولا ثيوريتيكال؟ يعني الفيلوسيتي هتطلع دي هتبقى ايه؟ اكشوال صح؟ فانا هجيب دلوقتي الفيلوسيتي اكشوال اللي هي بتساوي والله الكيو اكشوال على الباي على الاربعه في الدايمتر اللي هو 0.2 تربيع، والكيو اكشوال عندك ب 220 في 10 اس سالب 3. كده انت جبت الفيلوسيتي اكشوال صح؟ هتلاقيها بتساوي كام؟ هتلاقيها بتساوي 7 متر بير سكند. دي فيها مشكله يا جماعه؟ اللي عنده مشكله يقول يا جماعه. هو ده اسمه ايه؟ لا ده سايفون. تمام. يا لهوي، انا هشرح للفيديو عشان تتفرج عليه بعد الميد ترم. بص يا باشا ركز معايا. انت عندك دلوقتي هتعمل برنولي ايكويشن.
بتوين نقطه واحد ونقطه ايه؟ نقطه 2 عشان اجيب الهيد لوسز كلها اللي حصلت في الليج كلها. ومعنى ان انا هجيب هيد لوسز معنى كده ان انا شغال ريل فلو صح؟ فهقول له والله البي 1 على الجاما بلس زد 1 بلس الفي 1 سكوير على ال 2 جي بتساوي البي 2 على الجاما بلس الزد 2 بلس الفي 2 سكوير على ال 2 جي. قال لك طيب باشمهندس البي 1 على الجاما بكام؟ البي 1 زائد الهيد لوسز طبعا. البي 1 على الجاما بتساوي كام؟ 0. الزد 1 قال لك زد 1 من البوينت دي للبوينت دي لو انا واخد الديتم كده هتبقى ب3. احلى 3 اهي 3 وهنا بزيرو. يبقى انا عندي ال3 والله بتساوي دي كمان بايه؟ ودي كمان بايه؟ بتساوي والله الفي 2 سكوير على ال 2 جي بلس الهيد لوسز. انت هدفك الهيد لوسز وانت يا راجل اهي الفي معاك اهي 7 منها تجيب الهيد ايه؟ فانت جبت الهيد لوسز عند الرجل كلها بتساوي كام؟ هتلاقيها بتساوي تقريبا نص متر. نص متر هيد لوسز من بوينت 1 لبوينت 2. طيب لو انا جيت طبقت برنولي ايكويشن ما بين بوينت 1 وبوينت 3 الهيد لوسز من بوينت 1 ل 3 هيبقى بيساوي كام؟ 2 على 3 في ايه؟ في نص صح؟ هيطلع تقريبا التلت. حد فاهم حاجه؟ تمام؟ قال لك وبعد كده تطبق برنولي ايكويشن. والله عند بوينت 1 انت ما عندكش اي حاجه غير 3 متر اللي هي الزد صح؟ هتكتب 3 بتساوي البي 3 على الجاما بقيمه زائد الزد 3 بكام؟ 8 زائد الفي 3 سكوير على 2 جي بلس الهيد لوسز من بوينت 1 لبوينت 3. الفي 3 سكوير بكام؟ هي الفي 2 عشان نفس الديامتر اللي هي بكام؟ بال7 سكوير. ومن هنا يا باشمهندس ودي طبعا تشيلها تحط التلت اهي. ومن هنا يا باشمهندس تجيب البي ايه؟ الجاما دي بكام؟ 0.8 في 9810 ده اويل ها؟ ده اويل. فالجاما دي اكيد ب 0.8 في 9810. ومن هنا تجيب البي 3 اللي هي هتطلع بنيجاتيف 61469 نيوتن بالمتر سكوير. طب هسألك سؤال معلش. لو جه قال لك هات لي الماكسيمم فيلوسيتي اللي ممكن تحصل عند البي 3 او عند بوينت 3، الماكسيمم فيلوسيتي اللي ممكن تحصل اعمل ايه؟ ماكسيمم فيلوسيتي ايا كان. تاني يا جماعه معلش البريشر بنيجاتيف صح؟ بالظبط. فانت هتساوي البريشر النيجاتيف اللي هنا بالفيبر بريشر هو هيبقى مديها لك ومنها تجيب الايه؟ الفيلوسيتي. فاهم حاجه؟ يعني كلمه ماكسيم او مينيمم ركز ان ما دام البريشر بالسالب يبقى انت اقصى قيمه ممكن توصل لها هو الفيبر بريشر. حد معترض على اي حاجه؟ طيب زي ما قلنا دلوقتي اللي داخل في الميد ترم حته البيت التيوب 100% داخله و100% هيبقى عليها 2 ام سي كيو اختيارين. هيبقى في الغالب واحد اختيار في حته بيت التيوب كده والاختيار الثاني ما فيهوش الحته دي. تمام؟ وهيديك الديفرنس ويطلب فيلوسيتي يطلب اريا يطلب اللي هو عايزه بقى. فدلوقتي بقى هنبدا نتكلم عن الامتحان. اصلا انا جاوبت البتاعه دي من شويه. الامتحان كله ام سي كيو ولا مش ام سي كيو؟ هو الدكتور ما بلغناش بحاجه لحد دلوقتي، بس في الغالب هيبقى كله ام سي كيو وممكن يبقى في حته ريتن للاثبات بس. تمام؟ لو ما جابش اثبات افرح عادي. طيب ركز معايا دوت بالنسبه لبيت التيوب. طب ايه تاني داخل في شابتر 4؟ التوتال انرجي لاين داخله، الهيدروليك جريدينت لاين، الكونتينيوتي ايكويشن، البرنولي ايكويشن. يعني ممكن يجيب لك والله تانك بيرم مع تانك تاني وتطبق برنولي ما بين الاثنين ويطلب اي حاجه هو عايزها. تمام؟ عشان برضو ما يبقاش في دماغك والله انا عارف ان الكيوب بتساوي اريا اوف فيلوسيتي وخلاص كده واخش بسم الله. لا يا باشا، برنولي ايكويشن داخله عادي جدا. وممكن يقول لك احسب الهيد لوسز عادي جدا. بس الابلكيشنز هي اللي مش داخله. يعني ايه؟ يعني الكونفرجن والدايفرجن ممكن ما تلاقيهاش، الاورفس مش هتلاقيها، في حاجه اسمها فينتشوري ميتر مش هتلاقيها، وهكذا. في مشكله؟ فانت الموضوع اللود حلو جدا جدا. يعني السنه اللي فاتت كان مدخل حتى الفينتشوري ميتر معانا، انما السنه دي الدنيا على لطيف جدا. دي اول حاجه. تاني حاجه بقى تذاكر ازاي للميد تيرم. ركز معايا. الماده كبيره جدا
واهم شابترز فيها هو شابتر 2 وشابتر 3. ده اهم شابترز عشان الميد ترم مش عشان المنهج، عشان الميد ترم. شابتر 2 وشابتر 3 هيلعب فيهم براحته، لان هو مقتنع ان انت لعبت في كل الافكار بتاعت شابتر 2 وشابتر 3، ان انت اتعرضت للكويز بتاعك في شابتر 2 وشابتر 3 بقالك فتره واخده، فانت ركز عليهم قوي وشوف كل افكار الامتحانات السابقه. تمام؟ دي اول حاجه. تاني حاجه ذاكر ازاي؟ مذاكرتك ازاي؟ مذاكرتك حل كتير بايدك مش بعينك. يعني ما تقولش ايه ده ده طبق برنولي ما بين الاثنين الموضوع سهل يعمل اللي بعده. كلنا بنعمل كده، بالله عليك ما تعمل كده يا جدع. بالله عليك عينك دي كانك مش موجوده والورقه والقلم واقعد اشتغل. ليه؟ لان انت هتغلط في البيت بدل ما تغلط في الامتحان. تمام؟ والكلام ده ينطبق على اي ماده ايا كانت هي ايه، بالذات الفلويد، لان الغلطه مش هتلاقي في الام سي كيو، هتتوتر، هتسيب الامتحان، هتقف عند الام سي كيو دي تاني حاجه. تالت حاجه مهمه جدا، مش مطلوب منك تقفل. عادي، انت نفسك تقفل، كلنا نفسنا قبل ما نخش الامتحان احنا نقفل، وباذن الله رب العالمين ممكن تحصل عادي. بس الفكره كلها مش مطلوب منك تقفل. معناها ايه؟ ان والله لو انت وقفت في السؤال ما تخش في اللي بعده. يا عم خلاص مش وقت السؤال دوت، خش في اللي بعده وبعد كده ارجع. لو عرفت ترجع الامتحان او كان في وقت يبقى حلها. مفيش وقت ايه في الفيديو